السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوان الكرام، في إطار أنك توجد البال والعلف للغنم والخروف ديال العيد، المادة الأساسية والمهمة هي الفصة، وهذه الوقيته ديالها بداو الصميم تتوجد الفصة مزيانة. الإنسان أنه ياخذ الفصة دابا ما حد اللي ما تينتجش، من الأحسن أنه ياخذ الفصة من دابا، ولو أنه ما كاين الثمن الصراحة، كاين 70 درهم 75 80 على حساب الجودة ديال الفصة. فلذا الإنسان أنه الكساب تيشري أي حاجة في وقتها، فعوض أنك تبقى تشري الفصة مثلا 100 درهم 110 درهم 120 درهم في وقت البرد، فراه أحسن واحد اللي عنده مشروع ديال الخروف ولا ديال النعجة تيبغي يوكل، فراه من الأحسن أنه يشري دابا، تشري بثمن مزيان وتتخزنها لوقت البرد إن شاء الله تتلقى ما تعلف. الصراحة بال يا سلام، كاين الكاليتي مزيانة، بال مهبر، وكاين حتى الميزان. والله يدير الخير. كاين بزاف ديال المعاناة، منها الثمن ديال الفصة وديال الأعلاف اللي ولا غالي وغالي جدا، خصوصا الفصة والتبن، فراه واحد المستوى اللي وصلت ليه راه قياسي وقياسي جدا، فنسأل الله السلامة ولا يجيب شي اكتوبر بكري. فلذا اخوتي، خصوصا الناس اللي عندهم مشروع على بروجي ديال الحولي، فراه من الاحسن اخويا تشري دابا. هو كاين الثمن على العموم، ولكن من الاحسن الا كانت الباله غتنقص عليك واحد 10 دراهم حتى 20 درهم مثلا، بالمقارنه مع وقت ديال شهر 11 و12 و1 و2، فراه من الاحسن تشري دابا. تيكون الوجد الفصه تعطي في الصيف، وتيكون الوجد وتبارك الله تيكون الثمن ناقص مقارنه مع الفصل ديال الشتاء. الانسان ياخذ المليح ويكسب المليح وما يكون على خير ان شاء الله. تحياتي للجميع. تقريبا رفيت المترو، تبارك الله. كاينه بالات وكاين حتى الميزان مهبره، البلاطه تطنطن، اللهم بارك وزيد في ذلك. نشاركوا معكم هذا الفيديو هذا، تنشرجيو الفصل العام الجاي، وبالثمن مادام اننا ما تنتجوهاش راسنا فتضطر انك تشري شي حاجه اللي مليحه. الصراحه شرينا شي بركه وباقيين تنزيدو، تجمعها وتغطيها، ايوا تتلحق الوقيته تتوكل شي حاجه اللي مزيانه. راه احسن علف هو الفصه، ونسال الله التيسير للجميع، وتحياتي.